السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم وصفة ديال كيك ممكن تقدموه هكا في سهراتكم الرمضانية، وممكن كذلك تسجلوا هكا الوصفة للعيد إن شاء الله. وصفة سهلة بزاف كتوجد في دقائق معدودة. وصفة ديال كيك بدون بيض وبدون حليب، كيجي خفيف بزاف بزاف ولذيذ في الطعم ديالو وسهل بزاف في التحضير، واقتصادي كذلك حتى في المكونات. نتمنى تجربوه، فاكيد غادي ينجح معكم ان شاء الله كما جربتوا هكا الكيكات اللي حضرت معكم من قبل. فبلا ما نطول عليكم غادي نخليكم تكتشفوا المكونات وطريقة التحضير. فغادي نبداو بسم الله على بركه الله بتحضير الكيك. بالنسبه للكيك غادي ناخذ واحد الاناء غادي نوضعوا فيه كاس من الماء الدافئ، وبالنسبه للقياس غتاخذوه بالكاس ديال العنبه. غادي نضيف عليه كاس الا ربع من السكر، ثم غادي نقوم باضافه كيس من السكر بنكهه الفانيلا. فغادي نخلطوا مزيان هذا السكر مع الماء حتى كتحسوا هكا السكر بدا كيذوب. ثم غادي نقوم بإضافة ثلث كأس من الزيت، يعني ماشي نصف كأس، أقل من نصف. كنضيفوه هكا وكنوليو كنحركو في هذه المرحلة هذه، كنحركوه مزيان مزيان حتى كنحسو الخليط ديالنا اندمج. فالمكونات ديال هذا الكيك هذا راه بسيطه بزاف وسهله. صافي هنايا غادي نبداو نضيفو النواشف. فغادي نضيفو كأس ونصف من الدقيق، وغادي نقوم باضافه كذلك واحد 2 معالق كبار من الكاكاو المر. وغادي نضيف كذلك خميره الحلويات. بالنسبه للكميه غادي نضيف الكميه ديال 10 غرام، ما يعادل واحد الكيس ونصف. وصافي كنخلو هذيك المكونات هكا كلها كنغربلوها عاد كنضيفوها صافي، وغادي نخلطوا الخليط ديالنا حتى كنتحصلوا على خليط ديال الكيك اللي كيكون بحال هكا بهذا القوام هذا، ما كيكونش ثقيل بزاف كيف ما كتلاحظوا. صافي الان غادي ناخذ واحد الطاوه اللي كتدخل الفرن، دهنتها بالزبده ورشيتها بالدقيق، او كتفرشوا فيها الورق ديال الطاي. صافي وغادي نفرغ فيها الخليط ديال الكيك. فبالنسبه لهذا الكيك هذا راه كيوجد بسرعه، والتطياب ديالو راه كيطيب بسرعه، ومكوناته كلها سهله هكا واقتصاديه. صافي وغادي ندخلوا الفرن اللي كنكونوا مسخنينه من قبل. كنديروه في الفرن كيكون سخون مزيان. كنديروه ملي كندخلوه كنقصوا وكنديروه على 180 درجه، الفرن اللي شاعل من الفوق ومن الاسفل حتى كيطيب. كياخذ تقريبا 21 دقيقه وكيكون واجد. وبالنسبه للقطر ديال القالب، فالقالب راه فيه 28 سنتيم. استعملت القالب اللي كيكون كبير باش هكا الكيك ديالنا راه كيجي عائلي وكيجي الحجم ديالو يعني مزيان. وصافي كندخلوه كيطيب. هنايا بعد ما طاب الكيك ديالي فاخذ لي كيف ما قلت لكم 20 دقيقه، لان الكيك ماشي عالي بزاف، ما كياخذش مده طويله، غير واحد 15 حتى 20 دقيقه كتجي كيكه هكا شيشه ورطبه بزاف بزاف. هي باقا سخونه الان، غادي نوضعها جانبا، نخليها جانبا هكا كتبرد، وغادي نمروا باش نحضروا الكريمه. وبالنسبه للكريمه، كريمه سهله وبسيطه. غادي نحتاجوا فيها واحد الكأس من بودره الشانتيي اللي كنضيفوا لها الحليب وكترجع على شكل كريمه، وكنديروا الكميه ديال واحد الكأس. غادي نضيف عليها نصف كأس من الماء، او كتضيفوا نصف كأس من الحليب على حسب الرغبه ديالكم. فانا حاولت هكا تكون يعني المكونات كلها اقتصاديه وبسيطه. فنصف كأس من الماء طبعا خصو يكون بارد مزيان مزيان، ضروري ما يكون بارد. وغادي نضيف هكا واحد الملعقه صغيره من الكاكاو المر. صافي وغادي ندرب كل شيء مزيان حتى كنتحصل على كريمه. فالسر باش تطلع لكم هكا الشونتيي بسرعه و يعني في الساعه ما تحتاجوش تضربوا بزاف وتنجح معكم باش تطلع لكم. فضروري ما يكون الحليب او الماء اللي غادي تخلطوا به يكون بارد مزيان مزيان. الا كان ما باردش راه غادي الكريمه ديالكم ما غاديش تطلع. فانا كان عندي هكا في الثلاجه يعني بارد مزيان مزيان. صافي هنايا بعد ما طلعت الكريمه ديالنا، فإذا جاتكم الكريمه ثقيله بزاف ممكن تضيفوا لها شويه ديال الماء
يعني واخا كتكون هكا طلعات كتضيفوا لها شويه ديال الماء باش كتجيكم يعني بالقوام اللي نتوما باغيينه. صافي هنايا غادي نرجعوا الكيك ديالنا. الكيك راه طبعا برد، دوزت هكا واحد السكين من الجوانب وغادي نحاول هكا نشوف واش الكيك ديالي ما ملتصقش من الاسفل. كنحركو بحال هكا باش غادي نقلبو في الصحن ديال التقديم. صافي هذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا، كيجي هكا كله كيف ما كتشوفوا مجعب وكيجي خفيف وزوين بزاف وكيجي هشيش. في هذه المرحله هذه غادي نسقي الكيك ديالي. فانا سقيته هكا بشويه ديال القهوه، يعني محلات قهوه اللي فيها السكر. هي باش سقيت الكيك ديالي فما غاديش نسقيه بزاف، غير بالفرشات بحال هكا لانه كيجي خفيف وهشيش بزاف. بغيتو ما تسقيوش فممكن ما تسقيوش، غير انا هكا سقيتو شي شويه. وبالنسبه للكيك راه بارد وحتى القهوه راه بارده، ولاحظوا معايا راه كيتشرب يعني بحال شكل ديال الجينواز، كيتشرب هكا مزيان. وبالنسبه للكميه سقيتو انا غير بواحد ربع كاس ديال القهوه. صافي هنايا غادي ندوزو ناخذ الكريمه، غادي مباشره هكا نوضعوها فوق من الكيك ديالنا. فتقريبا غادي نوضعها هكا كلها فوق من الكيك. غادي نخلي غير واحد الكميه هكا قليله باش نزين بها في الاخير. صافي وكنحاول نقاد هكا الوجه ديال الكيك ديالي بهذيك الكريمه، وكنغطي كذلك حتى الجوانب. وفي هذه المرحله هذه راه التزيين كيبقى اختياري، كتزينوا كيف ما بغيتو نتوما. انا خديت هنايا اللوز ايفيلي اللي حمرته وغادي نديرو هكا من الجوانب ديال الكيك. صافي وخديت هنايا ديك الكريمه المتبقيه درتها هكا في واحد البوش وغادي نزين بها بهذه الطريقه هذه. فسبق لي وشاركت معكم هذا التزيين وعجبكم بزاف وجاكم ساهل، كيجي صراحه راقي وفي نفس الوقت ساهل حتى للمبتدئات. صافي وغادي نوضع الكيك ديالي جانبا وغادي نمروا هنا للمرحله الاخيره. فغادي ناخذ هنايا الشوكولاته السوداء المذابه، درتها مذابت هكا في واحد الحمام مائي، تقريبا درت 100 غرام من الشوكولاته. غادي نضيف عليها حليب اللي كيكون هكا سخون، كنبدا كنضيفو شويه بشويه. كتحسوا ان ديك الشوكولاته هكا كتكتل، ولكن غير بقاو كتضيفوا في الحليب حتى كتولي هكا واحد الصوص اللي كتولي خفيفه وزوينه بزاف ومتجانسه. وطبعا فوق ما ضفتوا الحليب راه كتحركوه هكا بسرعه. وبالنسبه للكميه ديال الحليب فاحتاجيت ربع كاس من الحليب. فهنا وليت خديت الدراب اليدوي باش تخلط لي الشوكولاته مزيان مع الحليب وما يبقاوش فيها دوك التكتلات. هانتوما حتى كتولي على شكل صوص بحال هكا. صافي وغادي نوزعها الان فوق من الكيك. فبالنسبه لهاد الصوص ديال الشوكولاته كتاكدوا بانها يعني غير دافيه، ما تكونش سخونه باش ما تذوبناش الكريمه. صافي وكنحاول نمشيها بحال هكا فوق من الكيك. صافي وغادي ندخلها الان في هذه المرحله هذه للثلاجه حتى كتبرد وكتماسك هذيك الطبقه هكا ديال الشوكولاته. ما كتاخذش مده طويله، فقط واحد ربع ساعه في الثلاجه وكتماسك. صافي وفي الاخير وليت زينتها هكا بعد ما بردات. زينتها هكا برقائق ديال اللوز اللي تبقات عندي، تبقى عندي هكا واحد شويه وضعته هكا فوق منها. وصافي كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك اللي حضرت معكم. كيكه غير بالماء بدون بيض وبدون حليب، كتجي رائعه لذيذه بزاف وزوينه. والمهم انها سهله بزاف بزاف هكا في التحضير، كتوجد بسرعه، وكذلك المكونات ديالها كلهم اقتصاديين. هذا هو الشكل ديالها من الداخل كيفاش كتجي. بالنسبه للكيك راه كيجي هشيش وكيجي رطب، كيجي فعلا زوين بزاف بزاف. فنتمنى انكم تجربوا الوصفه وانكم تشجعوني باللايكات ديالكم، تشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتزوروها، وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديال الوصفات. وبالنسبه للاخوات اللي ما كيوصلوهمش الوصفات فما عليكم الا تلغيو الاشتراك وتوليو تشتركوا مره اخرى باش يوليو يوصلوكم، وكذلك فعلوا الجرس. نتلاقاو في فيديو اخر مع وصفه اخرى. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام.